واش عمرك سولتي راسك علاش المقاتلين ديال اليو اف سي اولا لي ميميم اولا اي رياضه من الفنون القتاليه بصفه عامه علاش كتكون ودنيهم متورمه بهذا الشكل؟ واش بصح كاينين شي مقاتلين كيردوا ودنيهم هكا بالعاني غير باش يبانوا مقاتلين مجهدين؟ اليوم باذن الله غنعرفوا القصه د هذه القضيه كامله. واجدين نبداو. الا كنتي من الناس اللي كيتفرجوا في اليو اف سي مثلا فغتكون بلا شك لاحظتي بان اغلبيه اللعابه كيكونوا ودنيهم منفوخين ومتورمين بهذا الشكل. وكما كان هاد اللعاب سوا واحد ديما كيخسر واكل الدق اولا واحد ما عمره ما خسر شي ماتش في الكارير ديالو بحال حبيب مثلا. المهم هاد الظاهره كتسمى علميا باذن القرنبيض وتسمات على هاد السميه لحقاش الودن كتولي على شكل فاكهه القرنبيض اولا كما كنسميوه حنا الشيفلور. وكيتعتبر هاد التشوه في الودن بحال واحد الضريبه كيخص يدفعها اي واحد كيمارس الفنون القتاليه. وكتولي الودن بحال هكا نتيجه لتعرضها لصدمات متكرره سواء في التدريب او في النزالات. وهذا الشيء اللي كيخلي السائل او النزيف الدموي اللي كيوقع داخل الودن يتجمع ويتشكل على هذا الشكل المنفوخ. وطبيا كتوقع هاد الظاهره اذن القرنبيض بالضبط نتيجه لتعرض الاذن للصدمات اللي كتجي عن طريق اللكمات كما قلنا. فكما عارفين بلي الجزء الخارجي ديال الودن ديالنا كيتكون من الغضروف وماشي العظم، وهذا الغضروف هو اللي كنسميوه حنا بالدارجه القرويجه. المهم هذا الغضروف ديال الودن بسبب الصدمات كيقدروا يتمزقوا دوك الاوعيه الدمويه اللي فيه واللي هي المسؤوله على وصول الدم والتغذيه ليه. وبالتالي الا تعرضت الودن لاصابه قويه هادشي ممكن يخلي الدم يتجمع بين الغضروف والسمحاق. وهذا السمحاق هو داك النسيج اللي كيكون داير بالغضروف ديال الودن وهو مهم بزاف باش ينتقل الدم والتغذيه للغضروف. المهم اللي خصكم تعرفوا من هذا الشيء كامل هو انه في اللحظه اللي ما كيبقاش يوصل تدفق الدم والماكله اللازمه للغضروف كتوقع مباشره انفيكسيون او عدوى وكتموت انسجه الغضروف. وهنا ديريكتومون كتشكل انسجه ليفيه جديده في ديك البلاصه. ومن بعد كيتكون داك النسيج اللي كيتسمى النسيج القرنبيطي للاذن واللي قلنا كيشبه الشيفلور. وهذا التشوه الودن هو من الاسباب الرئيسيه لاجبار الاطفال على ارتداء واقي الاذن والراس اثناء التدريب والمباريات. ومن المعلومات الغريبه اللي لقيت وانا كنقلب في هذا الموضوع هو ان اليونانيين القدامى رسموا تماثيل فيها الودنين بهذا الشكل، وحسب بعض المؤرخين انه هكا كان شكل الودنين المصارعين ديالهم حتى هما. اما بالنسبه لقضيه واش كاينين شي مقاتلين كيعتمدوا يردوا ودنيهم بهذا الشكل باش يبانوا كما قلنا مجهدين، فهاد القضيه ما كايناش بالمره. فعلا الودن بهذا الشكل ولات علامه من علامات القوه عند المقاتلين، ولكن في نفس الوقت كاين اللي ما كيبغيش ودنيه يوليو بهذا الشكل وقبل ما يلعب شي ماتش كيجبد الدم ودنيه باش واخا يتضرب ما يتنفخوش ويتورموا كما كتشوف في هذا الفيديو. وكاين بعض المقاتلين اللي كيعتبروا هذه القضيه ميزه وتطور للمقاتل، بحيث كيقول لك ملي كتولي الودن بهذا الشكل كتولي قاصحه وما كيبقاش يحس بالالم بالمره. المهم الاخوان كان هذا الفيديو خفيف ظريف، نتمنى الفيديو يكون عجبكم. كما العاده كان معكم فريد ونشوفوا في الفيديو الجاي. تهلاو.